بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده انا بعمل الفيديو موجه للنص مليون اللي قدموا في الاسكان الاجتماعي الاخير، سكن لكل المصريين 5. 3 معلومات مهمين، يا ريت تسمع الفيديو للاخر وشير عشان غيرك يستفيد. اول حاجه، في رسائل وهميه بدات تتبعت لبعض الناس اللي قدمت، والناس دي كلمتني وبعتت لي الرسائل وانا حذرتهم. الرسائل دي بتجي لك عن طريق رقم موبايل، بتلاقي كاتب لك زي الصندوق ما بيكتب بالظبط تم قبول طلبك وبيسكت، وفي رسائل تانية تم قبول طلبك وجاري اعاده الفرز مره اخرى. الرساله دي سيبك من الرساله اللي جات لك دي مش مهم، المهم ما بعد الرساله. بيحصل ايه بعد كده بقى؟ الخطوه اللي بعد الرساله دي ايه؟ يبدا يقول لك نفس الرقم اللي بعت لك ده هيبعت لك تاني ويقول لك لو انت عايز يتم تحديد او سرعه تخصيص لشقق الاسكان، عليك التواصل معنا واحنا ناس شغالين في الحته الفلانيه وبنعمل وبنسوي. طبعا الرساله بيجي لك في الاول بتاعت الصندوق عشان تقتنع بان ده الصندوق اللي بيخاطبك، وبعد كده تلاقي الرساله دي جات لك رساله وراها تاني، بتلاقي برضه بيقول لك كلام نفس الكلام تقريبا بس بصيغه تانيه، يقول لك ايه التمام الدنيا تمام، ابدا توجه لاقرب بريد. ولو انت حابب تخلص معانا بسرعه بعيدا عن الترتيب والدور وتستنى فتره الاستعلام وال 36 شهر ويتم التخصيص بسرعه، تواصل معانا. طبعا هتروح منقول معاهم على الواتساب بقى، وهاتك بقى ايه يا غسيل دماغ ونصب، وتلاقي ايه الدنيا بتسحب منك وبياخد منك فلوس وكل سنه وانت طيب. فالرسائل دي اتبعتت فعلا وجات لي من بعض الناس، كلموني وبعتوا لي شكل الرساله وحذرتهم. فانا لما طبعا الموضوع دخل النصب وصل بيهم الذكاء للمرحله دي، فحبيت اطلع اوجه الناس واقول لكم خلي بالكم من الرسائل الوهميه. الرساله اللي هتيجي لحضرتك ان شاء الله لما الفرز يخلص ويعلنوا عن النتيجه عن طريق الموقع الرسمي بتاع الصندوق، هتجيلك من نفس الجهه اللي بعتت لك رساله التكويد لما كنت بتقدم. كل واحد جه يقدم وكود صفحه لنفسه على الفيس، على الموقع، هتلاقي ان في رساله جات لك من الصندوق. الجهه اللي بعتت لك الرساله او الاسم اللي جالك منه الرساله هو نفس الجهه اللي هتبعت لك رساله بتاعه القبول او الرفض اللي جايه او النتيجه بتاعه الفرز. الصندوق ما بيبعتش من ارقام موبايلات، الصندوق بيبعت عن طريق جهه معينه. فخلي بالكم عشان النصابين الفتره اللي جايه بيخترعوا اي حاجه يلموا فلوس من الناس اللي قدمت في الشقق. ليه؟ ان الموضوع ده عامل لهم مشكله، وهتلاقي اغلبيتهم، طبعا انا مش هحدد مين بالظبط، بس هتلاقي اغلبيتهم من اللي شغالين اصلا في الموضوع مبدئيا كده، او هتلاقي اغلبيتهم من اللي شغالين في المجال ده. في مجال ايه؟ في مجال العقارات. هم اللي بيعملوا الحركه دي. ليه؟ عشان عارفين ان موضوع الاسكان ده بيوقع العقارات وبيوقع البيع والشراء وبيوقع الايجارات. كل ده بيقع. خلي بالك كل ما بينزل اعلان، فتره الاعلان دي الناس ما بتقدم، البيع والشراء بتاع العقارات بيهدى. ليه؟ كله مركز على شقق الاسكان وكله عايز يقدم، فبيبدا يحوش فلوسه بدل ما يرميها في شقه بارقام فلكيه بره، يقول لك لا انا اوفر وابدا ادفع انا وربنا يكرمني وتيجي واقعد في ايجار مؤقتا. كله بيفكر كده. فتلاقي اللي بيحصل ايه؟ كله بقى بيبدا يشتغل ويتغاظوا بقى ايه يعني. ما علينا، مش هنكتر في الكلام في الموضوع دوت. فانا كده حبيت اوضح الرسائل الوهميه دي. اي رساله هتجيلك برقم موبايل وبيقول لك نتيجه صندوق، اعرف ان هو بيشتغل على طول اوتوماتيك، ما تكترش، امسحها على طول لكنك شفتها. الرساله هتجيلك من نفس الجهه اللي بعتت لك رساله التكويد. دي كده دي اول نقطه انا عايز اتكلم فيها. النقطه الثانيه وهي ميعاد نتيجه الفرز. الناس كلها طالعه عماله تفتي وتقول الشهر ده نص اولاني من 2 النص. يا جماعه الصندوق ما طلعش بيان رسمي امتى نتيجه الفرز. قال لك احنا هنبدا نفرز من بعد انتهاء الاعلان لمده اسبوعين، وهنبدا نطلع النتيجه. هتطلع نتيجه ازاي؟ هتطلع بالترتيب، يعني مش هتطلع مره واحده. ده اللي اتقال، لكن امتى بالظبط محدش يعرف، ولا اي حد يعرف تاريخ معين لصدور النتيجه. ممكن خلال شهر 2، ممكن 3، بس توقعاتي انا ممكن تكون خلال شهر 2، يعني احتمال كبير وليس اكيد. وده اللي انا بقوله للناس اللي تسالني، احتمال في شهر 2. تابع موبايلك ورساله هتجيلك بس. موضوع ما فيهوش اي مشكله. والناس ما تخش على الموقع، عشان ناس كتير بتخش على الموقع تبعت لي صوره الموقع بعد ما بيخشوا، ده ما فيش حاجه باينه. طب ما فيش حاجه هتبين حضرتك عشان هو لسه اصلا الفرز شغال، ما فيش نتيجه طلعت. لما النتيجه تطلع هيظهر لك بقى ان انت تم قبول طلبك وجاري اللي هو يعتبر فتره استعلام بقى او فتره السداد بتاعت الاقساط ربع سنويا على حسب. فدي النقطه بتاعت نتيجه الفرز هتبقى ايه ظروفها وايه الدنيا. الحاجه الثالثه والمهمه برضو ان ناس كتير نازله على الفيس بتقول ان في اعلان نازل بتاع شقق الاسكان اللي هو المتوسط الدخل، ونازل مش عارف في اول اسبوع من شهر 2، ونزلوا تفاصيل للموضوع
وان الشقه ب 100,000 جنيه والمساحه مش عارف من كام لكام ومش عارف المناطق اللي فيها الوحدات. طبعا الكلام ده كله مفيش بيه حاجه رسميه. برضو الموقع طلع يتكلم في الموضوع ده وقال لك اللي هيطلع يقول اخبار كاذبه او ينشر اخبار كاذبه عن ان في اعلانات نازله هيتم محاسبته قانونا. ده كلام مين؟ كلام الاستاذه مي عبد الحميد الرئيسه التنفيذيه لصندوق التمويل العقاري، بتقول هو في حاجه هتنزل بس لسه ما حددش امتى في شهر 2 ولا اي تفاصيل عنها اتقالت. كل الكلام ده ناس بس بتعمل هيصه بتعمل حوار عشان تكسب متابعين على الفاضي. انا بطلع اقول لكم اهو اول نقطه بتاعت الرسائل الوهميه، تاني نقطه بتاعت نتيجه الفرز واتكلمت فيها، تالت نقطه بتاعت الاعلان اللي جاي اللي هو المتوسط الدخل اللي هو هتبقى اعلى شويتين من اللي فاتت، والمقدمه بيقولوا 100 ما حدش يعرف ولا 100 ولا مساحات قد ايه ولا نازله فين ولا اي حاجه. كل اللي بيتنشر على الفيس من الموضوع ده ما هو الا اجتهادات، واحنا بنعشق الاجتهادات وبنعشق الفتش وبنعشق الاشاعات. اي حد عنده اي استفسار في اي حاجه مش شرط في موضوع الاسكان يبعت لي على الخاص سواء على تيك توك او على الفيس او على اليوتيوب وانا هرد عليك. ويا ريت الافضل يكون واتساب عشان الواتساب دايما انا برد عليه، لكن التعليقات اللي بتبقى على الخاص او على التيك توك او على الفيس انا دايما ما بشوفوش، ما بقدرش اشوفها او اتابعها كلها، لكن الواتساب دايما برد على الناس عشان ده بيبقى اسهل لي بكتير. تحياتي ليكم، حبيت اقول لكم الكام معلومه دول عشان برضو الناس تبقى عارفه الدنيا رايحه فين وجايه منين، وشير يا جماعه عشان غيرك يستفيد. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير.